مرحبا بكم مشاهدينا في هذه الحلقة الخاصة على فريق مغرب أتلتيك تطوان، الفريق الذي ينافس على استرجاع لقب البطولة الوطنية الاحترافية باعتماده على مجموعة من المعطيات سنتابعها في حلقة هذا الأسبوع. اللاعبين يعني استفدوا من الاخطاء ديال الموسم الفارط اللي قلنا يعني وقعنا في اخطاء ورتكبنا يعني اللاعبين طاحوا في واحد الغرور بعد ما حققنا يعني الفوز باللقب. شنو هما الاخطاء اللي كانوا، كيفاش بدك تتغلب عليهم، كيفاش تلقى لي موين ديداكتيك باش تحل، ماشي الهضره، خاصك تلقى لي موين ديداكتيك هما لي زيكزيرسيس، هما اللي تلقى اللي يعني يصححوا دوك الاخطاء. لحسن الحظ ديالي انه كنشتغل معاه كما نقولوا بجديه وباخلاص، وهذا شيء مهم ملي تيكون المساعد مع المدرب الرسمي. حسن فضيل كان بامكاني تقريبا هذه اكثر من 3 شهور ولا منذ البدايه ديالو ما كانش باين على انه مساعد. 15 سيزون 17 هما اللي كتسناو منهم المستقبل. حتى اللي محتاج لينو المنتخب الوطني، محتاج لينو دوك العوام الصغارين اللي كيطلعوا من المدارس ديال الفرق الوطنيه. هذا الموسم هذا كنتفاداو هذه الاخطاء هذه، والحمد لله حنا غادي في الاتجاه الصحيح. الفريق المتطواني ان شاء الله غادي يقول الكلمه ديالو هذا الموسم. اليوم لكي يواصل الزعامه، لكي يواصل التغريد في الصداره لوحده من دون ازعاج من باقي الفرق المنافسه على اللقب. عاد فريق مغرب أتلتيك تطوان بقوة في مواجهة البطولة الوطنية الاحترافية، خاصة في مرحلة الإياب، معطى منح للماط صلاحية اعتلاء سلم ترتيب البطولة اعتمادا على مجموعة من المقومات التي جعلت الحصيلة التقنية تتحدد في الأرقام التالية. فريق المغرب التطواني الميزه اللي عنده هو اولا فريق اللي في التشكيله ديالو كاينين 7 ديال اللاعبين من فئه الصغرى. هذا الشيء ماشي سهل يكونوا عندك 7 اللاعبين رسميين من فئه الصغرى و3 سنين وانت كتلعب ادوار طلائعيه وكتلعب على اللقب مرتين، مره فزنا بها وهذه السنه حنا غاديين في الطريق اللي الا شفنا الفرق كلها، شنو نقول لك، فرق تقريبا حنا كنقولوا غير الرجاء والوداد والجيش، الفرق كلها كتنتدب الافارقه كلها. الدفاع الحسني الجديد الا شفتي التشكيله ديالو ما فيها لعاب ولا جوج وقيله من الجديده، فهمتي ولا لا. والمغرب التطواني الحمد لله هذه بالاخص هذه السنه يعني الفريق 0 درهم في لي ريكروتمون. دونك كاع اللاعبين اللي عندنا واللي جاوا كلهم كانوا اون فان دو كونطرا وهما بغاو يجيو للمغرب التطواني. كنشكروا على الثقه اللي كيعطيوها لينا وكيدخلونا المقابلات اللي كنكونوا صراحه كتكون متخوف منها في الاول، ولكن بعد الهضره بعد الكلام معاه وهذه صافي كتكون يعني كترتاح وهذه وكتدخل باش تأدي ديك المقابله على شكل جيد. فالحمد لله لاعبين شباب كلهم كيبصموا على هذه السنه هذه على حضور قوي وان شاء الله في البطوله الوطنيه، ولما لا تتويج البطوله الوطنيه ان شاء الله. الحمد لله راضيين الحصيله اللي حصلنا في المرحله ديال الذهاب. ففريق المتطواني يعني في البدايه ديال الموسم فهو قدم يعني مردود طيب ومقابله المستوى اللي خولنا اننا نبقاو يعني في صدبوره الترتيب، متصدرين صدبوره الترتيب. والحمد لله فريق المتطواني غادي يكمل في الاتجاه هذا، والهدف ديالو هذا الموسم هذا هو ان شاء الله نحققوا هذا اللقب هذه المدينه الغاليه اللي خولنا ان شاء الله نشاركوا في كاس العالم للانديه. ويعني وراءنا جمهور كبير اللي كيساندنا، الجمهور ديال مدينه تطوان. نتمنى اننا نديروا هذا اللقب هذا ونكون يعني احسن تتويج هذا الموسم. الفريق لم يسلم من الاستثناء خاصة على المستوى التقني، حين طرح المتتبعون العديد من التساؤلات حول الإقالات التي شهدها الطاقم التقني، بداية بذهاب مدرب الحراس صلاح الدين حميد، ثم المدرب المساعد حسن فاضل، وصولا إلى مدرب الحراس عبد الحق الكتامي الذي لم يقضي وقتا طويلا على دكة بدلاء الماط.
حميد الوحيد اللي عنده الكومبيتونس في الخدمه ديالو، يعني المساعدين هادو كلهم مساعدين للمدرب، كلهم مساعدين كيساعدوا المدرب، لان اللي كيتحمل المسؤوليه ديال النتائج هو المدرب ماشي المساعد ولا ماشي المدرب ديال الحراس. بالنسبه لي انا هاد الطاقم ديالي كله مساعد ديالي، المعنى ديالها انهم كلهم خصهم اولا يستافدوا من التجربه والاقدميه ديالي، ثانيا خصهم يكونوا كيسمعوا النصائح ديالي، تكون مدرب ديال الحراس ولا تكون مساعد ولا تكون معد بدني. حسن فضيل كان بامكاني تقريبا هذه اكثر من 3 شهور، فهمتي ولا لا، ولا منذ البدايه ديالو ما كانش باين على انه مساعد، فهمتي ولا لا، ما بانش على انه مساعد، حيت ما كانش كيقوم بالدور ديال المساعد كمدرب مساعد. لي زيكزيرسيس اللي خصو يدير بحال دابا الان اللي كاين سمير يعيش، الدور ديالو كمساعد تيقوم به، لان كل واحد عندنا حنا عنده درس هكا كنتمشاو حنا. اطار تقني كيكون موظف عند الفريق، كيختاروا كيتم عليه الاختيار، كيجي كيتقاضى واحد الاجر اللي هو عالي جدا بالنسبه للاجور في المغرب. كتجي كتقول له انا بغيت التكوين وبغيت نعمل وبغيت وكنعملوا الاهداف. الكتالي دائما ربما ما بغيتش تكون عنده واحد شويه ديال الكبرياء ويترفع ويقول انا ما كاينش اللي كيفهم بحالي في يعني في تدريب الحراس. هذا هو اللي بغيت يفهم. نقول لك مثلا ضد المنتخب الوطني ضد الغابون، فهمتي، لاحظت ان الحارس ديالنا اليوسفي يعني في الخرجات ديالو كان عنده واحد التردد في الخروج ديالو، ف tout de suite après le match le lendemain ديال لي زونطرينمون ديالنا طرحت السؤال على الكتامي، فالكتامي يمكن ما متولفش شي مدرب كيهضر معاه، فهمتي ولا لا، راه بالنسبه ليه انا كندخل في الاختصاص ديالو، فهمتي ولا لا، انا راه ندخل في الاختصاص ديالو، هو اللي ما يقدرش يدخل في الاختصاص ديالو. الاستعانة تمت على مستوى المدرب المساعد في شخص سمير عيش وكذلك محمد بوغاين كمدرب حراس المرمى. التغييرات قد تكون لها بعض الانعكاسات على مستوى نفسية لاعبي الفريق فيما تبقى من مسار البطولة الوطنية الاحترافية. سمير طلع مساعد المدرب، اذا هذه البرمجه شكون اللي كيعملها؟ المدير التقني والمشرف العام واللجنه التقنيه. اذا كل واحد كيحطوه في الاختصاصات ديالو، كل واحد كيحطوه في الجانب ديالو كيفاش غادي يخدم. اذا هذا خصو يكون المشهد الكروي، خصها تجي اداره تقنيه وتجيب 30 مدرب مساعد مدرب، كل واحد عنده البي، واحد عنده السي، واحد عنده الدي، باش يدربوا اولاد الناس ويكونوهم ويكون عندهم كفاءات وخصهم يلتزموا. التغيرات اللي كانت على مستوى الاداره التقنيه، فاني مدرب اول يعني واللي كيترأس الاداره التقنيه هو السي عزيز العامري. يعني كان السي حسن فاضل كيشتغل معنا، فيعني كانت يعني هذه المشاكل بسيطه ما بين السي عزيز العامري، فيعني السي العامري ما بقاش يعني باغي يشتغل مع اطار حسن فاضل، فيعني كان في تصارد ما بين الفريق وبين حسن فاضل. ويعني مع هذا المنبر هذا كنوجهوا الشكر لحسن فاضل اللي تا هو يعني قدم لنا يعني كل ما في الجعبه ديالو باش يرضينا، وكنتمنوا انه التوفيق يعني في المسيره ديالو. الأكيد أن عمل أعضاء الطاقم التقني يقدم إضافة حقيقية للاعبين، خاصة على مستوى اللياقة البدنية الذي لم يشهد تغيير حين تمت الاستعانة منذ رزاق بالمجاهد الذي بدأ في إعداد العدة الخاصة بمواجهات نهاية الموسم. هذه السنة كان الإعداد البدني عام في بداية السنة بأن قمنا بعمل شمولي
اما بالنسبه للميركاتو اللي هنا تيكون عمل خاص، تتكونش واحد البرامج ديال التقويه البدنيه اللي تتكون شموليه على الاعضاء الجسم، ولكن تيكون داكشي خاص تسمى بلا بي اس بريبوزيتيف سبيسيفيك ديال الكومبيتيسيون المقابله، تحتفظ على السرعه وعلى القوه المتفجره وعلى تتحاول تمشي بواحد المنسوب ديال كل مقابله ومقابله. العمل البدني يحظى بمكانة خاصة داخل كل فريق داخل البطولة الوطنية الاحترافية رغم بعض الإكراهات والخصاص الذي ما زال يعاني منه أغلب المعدين البدنيين داخل الأندية الوطنية حتى تكون ظروف الاشتغال في أجواء أفضل. عنده دور كبير في المجموعة التقنية اللي كتصار على تأهيل اللاعبين وتحضير اللاعبين، ودور جد حساس لأنه هو المحور اللي تيحاول ينسق ما بين بزاف الفاعلين في هذا المجال هذا، تحضير اللاعبين، تنسيق مع المسؤول الاول اللي هو المدرب او المانجر، وتنسيق مع الطاقم الطبي تاع الفريق. بالتالي انا اظن كنت تحت لي فرصه ودرت عمل في هذا الاتجاه، راه اكيد على ان المسؤول الاول واللي كيتقطع عليه راسه في اللغه تاع الناس الكره هو المدرب، ولكن العنصر الفعال والعنصر المحوري اللي كتمر منه جميع العمليات كذلك هو المعد البدني. العمل البدني يواجه إكراهات عدة من جملتها توفر بعض الأندية على ملاعب أرضيتها مكسوة بالعشب الاصطناعي الذي يخلف مجموعة من الإصابات، الشيء الذي يصعب من عمل المعدين البدنيين للتقليل من حجم الإصابات. الفرق اللي كتلعب في العشب طبيعي عندها مشكل، هو مشكل يمكن صعب من الفرق اللي كتلعب على في عشب اللي كتدرب في عشب اصطناعي، لأن اللاعب كيتدرب في عشب طبيعي كيجي كيلعب مقابلة في عشب اصطناعي، لاعب كيلعب في عشب اصطناعي كيجي كيلعب مقابله في عشب طبيعي. فالمعد البدني المهمه ديالو خصو يلقى الحل. شنو هو الحل؟ ان اللاعب اول حاجه اللي مهم بزاف هو تقويه العضلات. الملعب الاصطناعي ماشي هو الملعب الطبيعي، سواء في الارتقاء ولا في السرعه، المهم تيطلب واحد العمل تيكون مقنن، سواء بالنسبه للعمل ديال اللياقه البدنيه ولا بالنسبه للخبايا تكنيكو تاكتيك، تيكون واحد الدوجاج دونطخ، واحد التحمل ديال الحصه اللي تيكون مناسب مع العمل التقني والتكتيكي والجسدي. الفريق الأول وإلى جانب العمل البدني يستفيد ويعتمد أيضا على الفئات الصغرى للنادي باعتباره يؤمن ويعتمد أكثر على سياسة الاعتماد على الخلف في الفريق الأول. نجد 7 أسماء من أبناء المدرسة ضمن رسميتهم بالفريق الأول إلى جانب لاعبين منتدبين في وقت سابق. خصنا دوك اللعابة اللي عندهم 15 16 17 هما اللي كتسناو منهم المستقبل، وزيد على هذا الفريق اللي عندي الان الفريق الاول باقيين عندي بزاف ديال اللعابه ديال 91 الوقيته اللي تولي عندهم ديك الساعات 19 20 هادو غيكونوا شي شويه بلوس ديكسبيريونس، كاين اللي ربما اللي يمكن يتباع، كاين اللي يمشي بروفيسيونيل، كاين اللي يمشي بزاف ديال المسائل تقدر توقع، لان الفريق ملي يمكن يبقى يحصل على الالقاب وعلى سميتو راه غادي يولي اللعاب ديالو كيمشي وغتكون عندك يعني لا روليف موجوده. احنا دابا الحمد لله اشتغلنا في هذا الاتجاه هذا، ولا المكتب المسير ولا الاطر التقنيه، وعطى الاكل ديالو كما شفتوا. راه فريق ديال المغرب تطواني استطاع يفوز مجموعه الالقاب باللاعبين اللي خرجوا من هذا المشروع هذا من الرحم ديال المدينه، والحمد لله هذا خلى ان الاداره التقنيه ولا المكتب المسير يتشجع ويسير في الاتجاه هذا. وحنا هدف واحد عندنا هو تطعيم الفريق الاول والمنتخبات الوطنيه على جميع الفئات. اكيد كيعطينا واحد الشحنه وكيعطينا واحد الاحساس باش نخدموا باش نوصلوا للمثال اللي وصلوا هما. كنظن بلي النص الكبير من الفئات الصغرى ديال الفريق المغرب التطواني اللي وصلوا وقدروا يبرهنوا في الفريق الاول بان عندهم امكانيات، وحتى حنا الحمد لله كنطمحوا باش نكونوا بحالهم.
الفئات الصغرى وكذلك الفريق الأول تتوفر على مجموعة من المقومات الخاصة بالاشتغال. فإلى جانب مركز التكوين الملاليين الذي ما زال يأوي إحدى المشاريع الخاصة بالفئات الصغرى، نجد أن المركز في طور بداية الاستفادة من ملعب ثاني أرضيته ستكون معششة اصطناعيا. السي عبد الملك أبرون، يعني إلا بغيت نقول لك المسير الوحيد اللي عنده واحد الاهتمام كبير بالبنية التحتية، فهمتي، وعارف بأن من البنية التحتية غادي يخرج لاعبين كبار، وهذه قليلة عند المسيرين ديالنا في المغرب. يعني ما كيعطوش الاهتمام للملاعب وما كيعطوا، ولا سيما الآن في الظروف الراهنة اللي كاينة مثلا في المغرب ديال الملاعب ما بقاوش، ملاعب القرب ما بقاوش. اذا هذوك لي جوول اللي كانوا كيخرجوا من لي كارتي ما بقيتيش تقدر تخرجهم. اذا خاص هاد لي كلوب يكون عندهم بوكو دو تيران ديالهم باش يطلعوا هاد الفئات الصغرى اللي كيفتقر له الانديه الوطنيه هو هذا البنيه التحتيه، والحمد لله، وخصوصا الملاعب. كتلقى فعلا عندهم ملاعب، ولكن ملعب واحد غير كافي لكل الفئات، خصوصا واذا جينا نشوفوا بان الفريق الاول يمكن انه يجي يشتغل ولا يتدرب في هذه الارضيه، هذا الملعب ديال الملاليين في هذا الفضاء هذا، دونك يمكن انه كيوقع واحد النوع ديال الخصاص. الحمد لله المكتب المسير استطاع انه يملأ هذا الخصاص هذا ويوفر بنيه تحتيه مشرفه. كما كتشوف بان الفريق ديال الامل ولا الفريق ديال الشبان اللي اشتغلوا في تيران ملعب كامل. دونك هذا هو فوتبول اللي غيمكن تكون فيه. ما يمكنش ان التكوين ان لاعب او لا فريق تكونوا في 4 تيران. دونك الملعب كامل كيعطي اضافه لا المؤطر ولا اللاعب باش يشتغل في ظروف حقيقيه ديال اللعب. المعطى الذي يثير الاهتمام أيضا الأزمة المادية التي يشكي منها فريق مغرب أتلتيك تطوان من خلال عديد المستحقات وأجور اللاعبين العالقة في ذمة المكتب المسير. بالمقابل نجد مجموعة من المشاريع تنجز على أرض الواقع. عندنا أزمة خانقة باقي ما تخلصوا في شهر فبراير، عندهم 6 البريمات كيتسالوا لنا، عندهم البريم سينياتور باقي ما داوها، وانتم حطيتوا من العدد مليار سنتيم. هادشي اللي بغيتي توصل له خصك تقولها نيشان بالله عليك. دابا ما يجي انت منتخب وعندك 80 عضو ولا 50 عضو في المكتب ديالك كله غادي نعاونوا المغرب تطواني. انا ما بغيتش هذه المعاونه تكون، ما بغيتش يعطيني معاونه، بغيت يعاونني في مشروع، اما ولي مشروع اللي يرد عليا من بعد ما يبقاش يعطيني الفلوس، ولكن خصني نحافظ عليه ونردو مصدر بالموارد القاره. المشاريع همت كذلك جانب التواصل، فمنذ بداية الموسم بأسابيع أحدث النادي موقع إلكتروني رسمي خاص بالنادي تم تعزيزه في الوقت الحالي بمجموعة من البرامج تعنى بمختلف فروع النادي بما فيها الفريق النسوي وكذلك الفئات الصغرى، ثم تغطية مجموعة من أحداث الفريق الأول. احنا عندنا يعني رهان كبير بالنسبه للقناه، هذه القناه، لان احنا في البدايه في المرحله ديال البدايه، ومع ذلك حنا قطعنا اشواط كبيره على اساس ان باش تكون واحد التنوع في البرامج، واحد التنوع في الرؤى، واحد التنوع في مجموعه الافكار الجديده اللي دخلنا على مستوى القناه. كنطمحوا له ما اكثر، لانه هناك مشاريع اخرى اللي يعني في المستقبل كتنتظرنا، لانه احداث يعني استديو خاص من اجل انه بث اخبار يوميه، برامج، لقاءات متواصله، يعني هذه الاشياء كامله اللي كنتوخاو لها انها ندخلوها وندخلوا يعني دم جديد في القناه. سيرجيو باديو لعب كورتو، رشيد تبركانين ما كاينش تسلل، رشيد مشى بكورتو، رشيد والحكم اظن البطاقه الحمراء بحكم انه كان اخر مدافع. وصولا إلى مستجدات الفريق الأول، أتي مؤخرا موضوع عدم توقيف المدافع المهدي الخلاطي بعد الطرد الذي تعرض له في مقابلة وداد فاس، الشيء الذي طرح أكثر من علامة استفهام حول هذه القضية التي أثارت الكثير من الجدل. توضيح الصورة، أظن أنه مشى الكرة في التدخل الأخير، مشى الكرة. أنا أقسم لك بالله العظيم ما هدرت لا مع رئيس ولا مع غيره ولكن هذا حقنا مشروع. اليوم العالم كيستفد من الفيديو وكيعتمد عليه
وحنا لا. علاش لا زعما؟ ومين نبغيو نعتمدوا عليه. وانا نعطيك مثال. واحد الوقت عبد الصمد المباركي ضرب لعاب، اعتمدوا على الفيديو وقفوه، هذاك واخا ماشي مشكل. واحد الوقت اعتمدوا على الفيديو ونقصوا الربح في الوداد. وعلاش اعتمدتوا على جوج اللاعبين في البطوله؟ معتمد، كاين قانون سيتعمم على الجميع، ما يكون فيه لا تدخل لا والو. هذه انا كننفي ابدا واش عملت شي ضغوط، ابدا واش دخلت في شي حد، واللي يبغي يقول شي حاجه يقولها. انا تصدمت من القرار ديال الحكم، مع ذلك ما اعترضت ما والو، فانا حنيت راسي وخرجت. ويعني من بعد ما جينا هنا لمدينه تطوان، فالطاقم الاداري فعمل على ان باش، لان كل شيء شاف بان ديك البطاقه لا الجمهور لا الصحافه لا كل شيء، يعني كل شيء شاف بان البطاقه ما كتستاهلش بطاقه حمراء. فالحمد لله فالطاقم الاداري فهو عمل بجد، ومن اجل هذه النقطه هذه كنشكر الطاقم الاداري اللي صراحه كان في المستوى في هذه النقطه هذه. إعادة مرة أخرى، والصورة أظنها صورة كانت واضحة، لا أظنه يستحق البطاقة الحمراء. هذه وجهة نظر فقط، الجمهور المغربي لديه وجهات نظر مختلفة. المهدي الخلاطي ابن مدينة طنجة الذي اختار الدفاع عن ألوان فريق مغرب أتلتيك تطوان منذ بداية الموسم الماضي استطاع الانقضاض على رسمية ضمن الفريق الأول، الفريق الذي يبحث هذا الموسم عن استرجاع لقب البطولة الوطنية الاحترافية. خسرت فريق المغرب التطواني من بعد ما كنت كنمارس في فريق اتحاد طنجة. بعد واحد مشاورات مع الوالدين ديالي وهذه فانا اختاريت المغرب التطواني الحسن الحظ ديالي انني طحت واحد الجو، في واحد المدرب، واحد الطاقم التقني ولا الطاقم الاداري، فالكل كيعطيو الفرصه للاعبين الشباب. فهذا الشيء هذا اللي زاد عطاني انني نكون الان في هذا المستوى هذا اللي كنلعب، وانني كنشد الرسميه ديالي في فريق المغرب التطواني، وغادي نزيد نخدم ان شاء الله باش نعطي الاضافه لهذا الفريق ونعطي كل ما في الجعبه ديالي باش نحققوا ان شاء الله القاب مع الفريق هذا. آفاق اللاعب تبقى مفتوحة على عديد الواجهات، خاصة على المستوى القريب من خلال المنافسة على لقب البطولة، ثم الالتحاق بإحدى الأندية الأجنبية للزيادة من تحسين مستواه الكروي والمادي. الطموح ديالي مع فريق المغرب التطواني هذه السنة هذا بالأخص هذا اللقب، هذا لقب البطولة الوطنية. فاحنا كنعملوا يوميا وفي كل مقابلة كنعملوا على أننا نحققوا نتائج إيجابية، والحمد لله احنا غاديين في واحد الطريق صحيح لتحقيق هذا اللقب هذا ان شاء الله الى كتب الله. والطموح ديالي انني كاي لاعب انني نحترف في الديار الاوروبيه ان شاء الله، لما لا نكون ارفع زعما نحمل القميص الوطني ديال المنتخب الوطني. المهدي الخلاطي الغائب عن مقابلة الذهاب بين الوداد ومغرب أتلتيك تطوان التي انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما سيكون حاضرا إلى جانب زملائه كلاعب رسمي في مقابلة الإياب، والهدف كسب نقاط الفوز التي ستجعل الفريق يواصل المنافسة على اللقب. الوداد البيضاوي فالكل كيعرف المشاكل اللي كيمر منها السنة هذه، يمشي مدرب ويجي مدرب فأثرت على فريق الوداد البيضاوي كثير. فاحنا ان شاء الله غادي نحققوا، كنتمنوا ان غادي نحققوا نتيجه ايجابيه في هذه المقابله هذه، لما لا غادي نزكيو من الرتبه ديالنا باش نكونوا نبعدوا على المركز الثاني، مع ذكر اننا باقي ناقصين جوج مقابلات. فان شاء الله غادي نقولوا الكلمه ديالنا هذه السنه هذه ان شاء الله. مدرب الفريق عزيز العامر الذي واجه الوداد البيضاوي كلاعب واليوم كمدرب في عديد المواجهات اعتبر أن المقابلة ستأخذ طابع خاص في ظل وضعيات كل فريق، كما ستكون فرصة لالتقاء عزيز العامر بزميل الأمس في الإدارة التقنية للماط والمدرب الحالي للوداد مصطفى شهيد. الفريق ديالنا هو الآن محكوم عليه ينتصر، يعني في واحد المجموعة عاد المقابلات خصو ينتصر فيها باش يوسع يعني الفارق اللي كاين. وفريق الوداد ماشي فريق سهل، قوي، يعني من اللي عقلت عليه انا كلاعب حتى الان احنا ما عندناش شي سر في اللعب ديالنا، هو البحث دائم على تسجيل الاهداف. دائما تنفكروا اننا نمشيو ونسجلوا الاهداف ونخلقوا فرص،
ونحاولوا نحتكروا الكره قدر المستطاع، لان محد الكره دائما عندنا وحنا في واحد طريقه دفاعيه اللي ما كيحسش بها الخصم، لان كنكون الكره عندنا اذا ما كانتش الكره عند الخصم والكره يعني كانت عندنا حنا بزاف، غنكونوا اولا كنهاجموا بواحد الطريقه اللي بغينا، ثانيا كنكونوا في نفس الوقت كندافعوا بدون ما يحس الخصم. قمة هذه الدورة استهلت بمقابلة القمة بين مغرب أتلتيك تطوان والوداد البيضاوي. المقابلة حظيت بمتابعة خاصة من قبل جمهور الفريقين. جمهور الماط حضر كالعادة بأعداد هامة لمساندة اللاعبين لتوقيع على نتيجة إيجابية داخل الميدان. الموقف خصو يغلب الحسب هو الاولين، ولا مشينا من التعادل صراحه ناسي خصنا نغلبوا ضروري. باقي تزيد مورانا، باقي عندنا 3 مقابلات مأجلين، ايوا نطلبوا التيسير وصافي. كنتمناو ان شاء الله اللاعبيه ديالنا ما يحشموناش، يكون ان شاء الله الفوز ديالنا ان شاء الله بطوله تطوانيه وكاس العالم للانديه. جمهور الوداد البيضاوي تحمل عبء التنقل بالالاف الى مدينه تطوان لمسانده اللاعبين. امله في عوده الوداد الى النتائج الايجابيه التي وقع عليها خلال مرحله الذهاب، حتى لا يبتعد الوداد عن الفرق المنافسه على لقب البطوله. صراحه هذه المقابله فريق المغرب تطواني نقدر نقول هو اللي يكون فائز، واخا انا ودادي من جمهور ديال الوداد، ولكن نقدر نقول فريق تطوان البيضاء المغرب تطواني ولا يفوز. كنتمنى فريق الوداد البيضاوي يقوم بمقابله جيده، وما تنتسناو منهم يقدموا لنا شي عطاء جيد وصافي، شي مقابله في المستوى نطلبوا. الفريق المضيف هو أول من حضر إلى الملعب بحضور جل اللاعبين الرسميين. الغيابات ارتبطت على مستوى الاختيارات التقنية للمدرب عزيز العامري. المباراة ماشي سهلة للفريقين، وبالنسبه لنا احنا كفريق المغرب تطوان غادي ناخذ المباراه يعني كجميع المباريات، يعني عندنا هدف واحد وهو الانتصار، ونحصدوا ان شاء الله 3 نقاط باش نبقاو دائما في الصداره، وباش نبقاو دائما احنا اننا نشوفوا القدام، ما نبقاوش نطالعوا الفريق اللي ورانا. كي كنشوف في الجماهير الحاضره هنا معنا في مركز سنه كنظن اللي جات باش تشوف واحد المقابله جميله، فاحنا بدورنا عندنا واحد لوبجيكتيف هو نحققوا 3 نقاط غتخلينا في الصداره ان شاء الله باش نحققوا المنتخب ديالنا ولا البطوله ان شاء الله. فريق الوداد البيضاوي صاحب 7 انتصارات و8 تعادلات و4 هزائم. غاب عنه في هذه المقابلة يونس الحواصي ونادي الميغي بداعي الإصابة، هذا في الوقت الذي تخلفت فيه أسماء أخرى لاختيارات تقنية للمدرب مصطفى شهيد. كنتمنى باش اللعابة يقوموا بواحد الطبق جميل، كرة زوينة اللي تفرح هذا الجمهور ترضيه، وبالنسبة للنتيجة حنا جينا عايزين باش نحققوا الانتصار. الشوط الاول كنظن كان فريق واحد في الملعب، وكان بامكاننا نسجلوا عده اهداف الاولى الحظ وشي شويه ديال التسرع، لان كما بغى يكون الحال انا من بعد ما كتجلس 15 يوم بدون ما تلعب مقابله كيصعب عليك انك يعني تشد الريتم، لان الشوط الثاني اللي خلاه هو فيزيك يعني اللياقه البدنيه ديال لا كومبيتيسيون هي اللي خانتنا. الشوط الثاني حاولنا نجيريو الفيزيك اللي عندنا بلو كوتي تكتيك، والحمد لله حتى الوداد ماشي سهله باش تنتصر على فريق بحال الوداد، لان وداد فريق عريق، فريق عنده جمهور كبير. المقابله كانت صعيبه كما شاف الجميع، حاولنا بجميع الطرق ما حالفناش الحظ، كنتمنى من الله يوفقنا في المقابلات الجايه ان شاء الله. الحمد لله فريق المغرب التطواني ولا من الفرق الكبيره في المغرب، وهذا رجع لجمهورها واللاعبين ديالها، والحمد لله على هذه النتيجه.
مباراة مغرب أتلتيك تطوان والوداد تنتهي بفوز المغرب التطواني بهدف لصفر، علما أن مقابلة الذهاب انتهت بالتعادل بهدفين لمثلهما. المغرب التطواني سجل بالمناسبة الفوز 11 في بطولة هذا الموسم، فيما تلقى الوداد الهزيمة الخامسة، المعطى الذي يزيد من حظوظ فريق المغرب التطواني فيما يخص المنافسة على لقب البطولة الوطنية الاحترافية. حلقة هذا الأسبوع مشاهدينا انتهت، ويمكنكم التواصل معنا عبر البريد الإلكتروني وكذلك الموقع الاجتماعي الخاص بالبرنامج. إلى اللقاء.